سلام، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم لي كورني مالحين بالكريمه ديال الجبن. كما العاده الا بغيتوا تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير بقاو معايا حتى الاخير. غادي نحتاجو 2 كيسان ديال الحليب اللي يكون دافي. غادي نزيد عليهم معلقه كبيره ديال خميره الخبز، معلقه ديال السكر سنيده، غادي نزيد الملح على حسب الذوق، وغادي نزيد ابيض بيضاء و 4 كاس ديال زيت المائده. هنايا ما تصورتش اللقطه فاش زدت الزيت. كنخلط واحد شويه ومن بعد كنبدا نزيد في الدقيق. هنا كما شفتوا معايا كنعبر بالكيسان بالكاس باش نعرف الكميه اللي خدا لي الخليط ديال الدقيق. كما شفتوا معايا درت 3 الكيسان، زدت الرابع الخامس والسادس بديت كنزيدهم شويه بشويه. المجموع ديال الدقيق اللي خدا لي العجين هو 5 الكيسان ونص. كما كتشوفوا معايا هذا هو القوام اللي خصنا نحصلوا عليه في العجين، ما تكونش مرخوفه بزاف كتلصق بزاف وما تكونش قاصحه. هذا هو الكاس السادس يعني النص ديالو. كما قلت لكم 5 الكيسان ونص. غادي نغطيها بالسيلوفان وغادي نخليها حتى كتخمر. هنا ملي خمرات العجينه انا تقريبا خليتها 35 دقيقه. غادي ندلكها واحد شويه، منها نخرج من هذاك الهواء اللي فيها. غادي نرش سطح العمل بالدقيق وغادي نسرحها بالمدلك كما كتشوفوا معايا. كما كتشوفوا معايا كنطلق العجين ومره مره كنرش الدقيق من تحت العجين باش ما يتلصقش لينا في سطح العمل. بالنسبه للسمك ديال العجين فما بغيناش العجينه تكون غليظه بزاف وما تكونش رقيقه بزاف. كما كتشوفوا معايا راه كيبان لكم السمك ديال العجين. هنايا ملي سرحت العجينه حتى السمك اللي بغيت غادي نقطع الجوانب وغنبدا نشكل في الاشرطه حتى هما في العرض ديالهم ما خصهمش يكونوا عرض بزاف وما يكونوش رقاق بزاف. كناخذ القوالب ديال الكورني ما غاديش ندهنهم. غادي ناخذ الشريط ديال العجين، غادي نبدا من التحت ديال القالب بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا. وانا غادا كندور القالب ديال الكورني وكندور عليه العجين بهذه الطريقه هذه. ملي كنكملوا كنلصقوا العجين بهذه الطريقه هذه كما شفتوا معايا. وبالنسبه للطياب فملي غادي نطيبوهم غادي نحطوا لي كورني ديالنا على هذه البلاصه اللي لاصق فيها العجين. وهذا هو الشكل ديال الكورني ديالنا كما كتشوفوا معايا. كنعاود واحد اخر بنفس الطريقه وكنكمل كاع العجين اللي عندي بنفس الطريقه. بالنسبه لهاد المقادير ديال العجين فكتعطي اكثر من 30 حبه ديال الكورني. بالنسبه الا بغيتوا اقل ممكن ديروا نصف المقادير فقط. قبل ما ندخلهم للفران غادي ندهنهم باصفر بيضاء اللي خلطت معاه واحد شويه ديال الخل. غادي ندهنهم مزيان هكا كما شفتوا معايا وغادي نحطهم في اللاطه. غادي نحطهم على البلاصه اللي كان لاصق فيها العجين. غادي ندير عليهم شويه ديال السانوج من الفوق، ممكن ديروا الزنجلان او البافو اللي بغيتو. غادي ندخلهم للفران اللي سخنته على 200 درجه كياخذوا ما بين 15 حتى ل 20 دقيقه في الطياب. بالنسبه للحشوه اللي غادي نعمروا بها لي كورني ديالنا، عندي هنايا صدر ديال الدجاج قطعته قطع صغيره بزاف. غادي نزيد عليه الزيت وغادي نزيد عليه شويه ديال الملحه وغادي نزيد شويه ديال البزار وشويه ديال الزعتر مطحون. غادي نشحروا واحد شويه في هاد التوابل وفي الزيت وغادي نسد المقله نسد عليها ندير عليها الغطاء ديالها وغادي نخلي صدر ديال الدجاج حتى كيطيب. بالنسبه لكريمه الجبن غادي نحتاجو ربع لتر ديال الحليب،
غادي نزيد عليهم معلقة كبيرة ديال المايزينا، ممكن نعوضوها بمعلقة كبيرة ديال الدقيق. غادي نديرهم فوق نار اللي مهيله، غادي نحركهم شويه حتى كيبداو يعقدوا، وغادي نزيد شويه ديال الملحه، ما كنكثروش الملحه لان الفرماج كيكون مالح. كنسم شويه ديال البزار وشويه ديال الكوزه، كنخلط هكا حتى كيبدا الخليط يعقد اكثر. غادي نزيد عليه 125 غرام ديال الجبن. استعملت هذا الجبن هذا اللي ميكس ما بين جبن الموتزاريلا والجبن الاحمر. كنخلطو مزيان حتى كيذوب لينا الفرماج. بالنسبه لهاد الكميه هذه فكتعمر لينا تقريبا 8 ديال الحبات ديال لي كورني. الا بغينا اكثر يعني خصنا نضاعفوا الكميه ديال هاد المقادير. كما كتشوفوا معايا كنحرك هكا دائما فوق النار اللي تكون مهيله حتى كيذوب لينا الفرماج تماما. كنعاد كنطفيو على الخليط ديالنا، وكنزيدوا الصدر ديال الدجاج اللي سبق لينا وطيبناه. كنخلطو مزيان وكنخليو الكريمه ديالنا او الخليط ديالنا يشد في راسو واحد شويه. ما كنعمروش به لي كورني ديالنا وهو باقي سخون باش ما تسيحش لينا الكريمه. هذا هو الشكل ديال لي كورني ديالنا من بعد ما طابوا. هنايا كنحيدوا القوالب بكل سهوله، يعني القوالب راه بحال كاينه واحد البلاصه كيتحلوا فيها كيتزيروا كيترخفوا. يعني كنبقى نزير هكا بحال كنجمع لي كورني، كنصغر الحجم ديالهم ودغيا كيتقلعوا لينا من العجين وكيخرجوا بكل سهوله كما كتشوفوا معايا. الحشوة درتها في بوش. من الأحسن هاد الطريقة هذه عملية أحسن من أننا نعمرو بالمعلقة. وقطعتهم لتحت وكنعمر لي كورني بهاد الطريقة هذه، وكنزين بالفرماج محكوك من الفوق. هذا هو الشكل النهائي ديال لي كورني ديالنا مالحين بالجبن او بكريمه الجبن وصدر الدجاج. كنتمنى ان شاء الله ينالوا الاستحسان ديالكم وتجربوهم حتى نتوما في ديوركم. كنشكركم بزاف على المشاهده ديالكم. السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.